السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معنا قصة اليوم جميلة تتحدث عن الكرم. هذا شاب سوداني كان مارا في طريق ذات يوم مسرعا نوعا ما، وإذا به يتفاجأ بقطيع من الأغنام تمر أمامه، دهس أحدها فماتت على الفور. أخذ يسأل عن صاحبها وأشاروا إلى بيت صاحبها، دق عليهم الباب ليعتذر منهم، فإذا به يتفاجأ بامرأة ترفض رفضا باتا أخذ النقود مقابل هذه الشاة والعنزة التي ماتت. رفضت رفضا شديدا سبحان الله، وهذا يدل على كرمها. يعني لم يعلم الشاب ماذا يعمل، ولكنه أصيب بحرج كبير وخرج شاكرا لها. وبعد مدة طويلة أو مدة ليست بالطويلة جدا عاد مرة أخرى ليكرمها. عاد وهو محمل بالهدايا، وأتى إليها بعجل على ما أظن كبير، المهم أنه هدايا قيمة جدا. دق عليها الباب وإذا به يتفاجأ بزوجها، وعرف أنه قد طلقها. هذا الزوج بخيل جدا، عاقبها بسبب أنها لم تأخذ ثمن العنزة والشاة التي قتلت أو دهست، ورجعت إلى أهلها. سأل عن مكان أهلها وذهب إليهم، وقرر أن يرتبط بهذه المرأة التي تفوق وتكبره في السن، لما وجد منها من الكرم والجود والأخلاق والأدب والحياء. وإذا به سبحان الله يتزوجها ويعيش معها أجمل الحياة ويكرمها غاية الكرم، فهي قد سبقته بذلك، فرد له الله الجزاء بمثله سبحان الله. انظروا إلى كرم هذه المرأة التي قد تكون محتاجة، ولكنها سبحان الله رفضت أن تأخذ مقابل ما دهس لها. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.